السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غنوجد معكم كيك ديال التفاح بدون بيض. غنحتاجوا ليه جوج ديال التفاحات، جوج كيسان ديال الدقيق، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، علبه ديال فلو كراميل، وعندي جوج خمارات والفاني وواحد القبيصه ديال الملحه. كناخذوا دوك جوج تفاحات كنقشروهم وكنحيدوا لهم الزريعه ديالهم وكنقطعوهم قطع صغيره. كناخذوا واحد الخلاط وكنضيفوا فيه داك التفاح ديالنا، من بعد كنضيفوا عليه الفاني مع الملحه، كنضيفوا السكر سنيده حبيبات، كنضيفوا الزيت وكنضيفوا فلو كراميل، من بعد كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان، كنطحنوه مزيان 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 حتى كيتطحن، ما كيبقاش التفاح نهائيا كيبان، كيولي كريمي. صافي كنخويوه في واحد المول اللي غادي نخدموا فيه الكيك ديالنا، كيجي سائل على هذا الشكل هذا. من بعد ما كنخويو الخليط ديالي كنخويه في المول، غادي ناخذ الدقيق والخماره، غادي نبقى نضيفهم شويه بشويه. كنضيف الكاس الاول ومع الخمارات ديال الحلوه، جوج خمارات ديال الحلوه، كنغربلوهم بطبيعه الحال باش كنخليو الهواء دخل في الكيك ديالنا. هنايا كنخلط هذاك الكاس الاولاني مزيان مزيان مع الخمارات حتى كيدخل في الخليط، ومن بعد غادي نضيف الكاس الثاني. هاد الكيسان كيوزنوا كاس ديال العنبه، كندير كاس الثاني وكنخلط مزيان مزيان حتى كيتخلط ليا الخليط ديالي مزيان، وكيجي الكيك ديالنا على هذا الشكل هذا. صافي غادي ناخذ انا واحد المول اللي كنكون موجداه ديجا. دائما ملي نكونوا كنبغيو نصايبوا كيك ضروري نوجدوا المول هو الاول اللي غادي نطيبوا فيه. كنكونوا دهناه بالزبده ورشينا عليه شويه ديال الدقيق، وكنخويو فيه الكيك ديالنا على هذا الشكل هذا. كنخويو الكيك كامل. صافي من بعد غادي ناخذ واحد جوج ديال التفاحات، كنقشرهم وكنحيد ليهم الزريعه ديالهم وكنقطعهم شرائح طويله باش نزينوا بهم الوجه ديال الكيك ديالنا. من بعد ما كنبسط الكيك ديالي على هذا الشكل هذا في المول، كنقادو ليه الوجه ديالو. صافي هنايا التفاح كما قلت لكم قشرته وحيدت ليه الزريعه وقطعته هكا شرائح رقيقه، ودرت ليها عصير ديال الحامض، واحد شويه ديال العصير الحامض باش ما يتاكسدش. صافي هنايا كملت التفاح ديالي، زينت به الكيك، ومن بعد غادي نزينو بشويه ديال اللوز ايفيلي وواحد الحبيبات ديال الشوكولا. صافي من بعد ما كنزينو الكيك ديالنا على هذا الشكل هذا، غادي ندخلو الفران درجه الحراره 160 درجه، وكل واحد كيتحكم في درجه ديال الفران ديالو، كتبقى على حسب. كاين اللي عنده ديال الغاز، كاين اللي عنده ديال الضو، فكل واحد كيعرف القياس ديال الفران ديالو. هنايا من بعد ما طابت ليا الكيكه خرجتها من الفران، هنايا خديت الكونفيتير والمربى المشمش. صافي وغادي ندهن ليها الوجه ديالها على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نخليوها حتى كتبرد الكيك ديالنا. من بعد ما كتبرد الكيكه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. الى عجبكم ما تنساونيش بلي لايك ديالكم والبارطاج مع العائله والاصدقاء. والا كنتو اول مره غتشاهدوا القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. مع